السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. النهاردة هكلمكم في موضوع يمكن بيهم ناس كتير قوي، بس بخصوص صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات وبعدين نبدأ في كلامنا. إيه اللي بيخلي التلاجة والفريزر والغسالة بتوعي يحصل فيهم صدى؟ لو عرفنا الأسباب أكيد هنقدر نبتعد عنها، وبالتالي الحاجة بتاعتي هتعيش كتير ومش هتصدي. طبعا كلنا عارفين إن أي حاجة مصنوعة من الحديد أو من الصاج اللي بيخليها تصدي المية أو الرطوبة، صح كده؟ وبالتالي حضرتك لازم تبتعد عن إن يحصل وصول للمية أو الرطوبة بشكل عام، اللي هو الهواء المشبع ببخار المية اللي موجود في الحمام، اللي موجود حوالينا في كل مكان، لكن طبعا بتزيد النسبة وتقل على حسب المكان اللي الحاجة موجودة فيه. يعني مثلا لو قلنا الغسالة موجودة دايما في الحمام، وبالتالي في بخار مية دايما في الحمام، فإننا لازم يكون في كفر على جسم الغسالة عشان يحميها من الرطوبة اللي ممكن تسبب ليها نقط صدى. انت مش عارفة اصلا ايه اللي حصل، انا دايما الغسالة بتاعتي ناشفة ومع ذلك حصل فيها الصدى ده سببه وجود الرطوبة في الحمام. وبالتالي حضرتك هتحط كفر على الغسالة يحميها من النقطة دي، بس هنخلي بالنا برضو من نقطة مهمة قوي. يعني موضوع الكفر ممكن يبقى سلاح ذو حدين، ممكن يحمي الغسالة بتاعتي من الصدى وممكن هو اللي يسبب لها الصدى. ازاي الكلام ده؟ يعني انا بحميها من بخار المية المحيط بالغسالة، وفي نفس الوقت دايما بنشف الغسالة، لكن لما جبت الكفر بتاع الغسالة خلاص بقيت ما بنشفهاش خالص. فهنا لو حصل ان الغسالة تحت بعد ما غسلت فيها هي كان فيها اصلا مية جواها، وجيت غطيتها مثلا بعد ساعة ولا ساعتين ولسه في بخار مية جوه الغسالة، وراح ما بين الكفر وما بين جسم الغسالة، هنا الخطورة بقت أكبر. وبالتالي أنا لازما كمان وأنا بغسل شيلي الباب، خليه مفتوح لحد ما تتأكدي إن كل بخار المية اللي موجود جوه الغسالة بتاعتك اتبخر. ولو لاحظت إن فيه أي بخار مية ما بين الكفر وما بين الغسالة نشفيه على طول، عشان هنا هتحتفظ بيه بشكل أكبر. يبقى نقطة مهمة قوي إن إحنا بعد ما نخلص غسيل يا جماعة ما ينفعش نقفل باب الغسالة بتاعتنا، سواء كانت أوتوماتيك ولا كانت أوتوماتيك ولا حتى نص أوتوماتيك. التوشيبا مثلا دايما بتصدي من قدام للأسباب دي، تمام. فحضرتك ما ينفعش نسيب اي ميه موجوده على جسم الغساله ولا نقفل الباب بعد ما نخلص على طول، لان ده هيسبب لك صدى في جسم الغساله وحوالين الدرج، ومش عارفه انت جايه منين، ايه ده، ايه اللي حصل في الغساله بتاعتي مع ان انا محافظ عليها. يبقى هنحافظ على الغساله من الرطوبه بكفر كويس، بس كمان زي ما قلنا هنراعي الحته دي. الغساله بتاعتي ما اقفلهاش بالباب، ما اقفلش الباب بتاعها بعد ما تخلص على طول، لازم اتاكد انها ناشفه خالص ما فيهاش اي ميه. طيب كمان نسيت اقول لكم في المقدمه الميكرويف. الميكرويف وفرن البوتاجاز برضو من الحاجات اللي بتصدي بسبب سلوك خطا احنا بنعمله، ان احنا بنخلص استخدام الميكرويف وفرن الكهرباء وبنقفل الفرن على طول، وفيه اصلا لسه بخار ميه جوه الفرن. الافضل ان احنا نسيب الباب مفتوح شويه، وكمان لما ينشف او لما درجه الحراره تنزل لو هو فرن نمسح الجدران بتاعته عشان ما يبقاش متشبع ببخار الميه. كمان الميكرويف بعد ما تخلصي امسحيه كويس عشان لو في بخار ميه جوه ما تلاحظيش ان حصل صدى انت مش عارفه الصدى ده جه منين. وانا كنت بحط ميه جوه الميكرويف؟ لا، ده بيحصل بسبب بخار الميه يا جماعه اللي موجود من استخدامنا للاجهزه دي، تمام. حتى فرن البوتاجاز برضه هتلاحظي ان هو دايما يصدي والشوايه تقع. الصدى ده جه منين مع ان الفرن اصلا كان مدهون او كان عليه طبقه حمايه؟ هو لنفس السبب، حضرتك حاطه صينيه بتطبخي في بخار ميه عمال يطلع بتقابله الشوايه وسطح البوتاجاز وجسم البوتاجاز، ومع الوقت بخار الميه ده بيخلي الجسم ده ايه، يصدي، لانك انت ما بيجيش في بالك ابدا انك انت هتنشفه. وبعد ما تخلصي فرن البوتاجاز كمان هاتي قماشه واستني اما يبرد شويه وامسحي فرن البوتاجاز من بخار الميه ده، عشان مع الوقت شهرين، شهر، 3 شهور، 4 شهور هتلاقي الشوايه وقعت من مكانها، انت مش عارفه السبب ايه. هتلاقي جسم البوتاجاز من الداخل بقى مصدي وانت اصلا مش عارفه برضه ليه. ايه السبب؟ وانا بحط ميه في البوتاجاز؟ لا، هو انا بقول لك على السبب عشان تحافظي على حاجتك، والله كل هدف انك تحافظي على حاجتك. صلى على النبي زي ما قلت لك في التعليقات. تعالوا بقى للثلاجه والفريزر، من اكتر الحاجات المعرضه برضه للصدى الثلاجه والفريزر. ليه؟ لان احنا غالبا يا اما واحنا بننظف تحت الغساله والفريزر بيوصل ميه لجسم الغساله الثلاجه والفريزر، اسف، بيوصل ميه لجسمهم وبالتالي بيحصل صدى. يا اما حضرتك الغساله بتجيب ميه من جوه الثلاجه مش عارف ليه الغساله معلقه معايا، بتجيب ميه من جوه حضرتك، طنشتيها وقعدت تسالي الثلاجه بتاعتي بتنقط من جنب اللمبه، بتنقط مش عارف منين، في ميه بلاقيها تحت الدرج، وفضلت تسالي حوالي اسبوع. في الاسبوع ده كان كفيل ان الميه دي تعمل صدى في باب الثلاجه او في جسم الثلاجه من قدام.
فدايما لما تحصل مشكله عندك زي كده، تشوفي حل ليها بسرعه. حضرتك تدخلي كده على اليوتيوب مثلا، تقولي في ميه في الثلاجه بتاعتي، فتدخلي مثلا على الفيديوهات بتاعتنا تشوفي ازاي تعالج الصرف، او انك حضرتك تجيبي حد يصلح الغساله الثلاجه وينظف الصرف بتاعها عشان الميه دي تبطل تنزل، عشان جسم الثلاجه ما يحصلش فيه كده. كمان الفريزر، انتوا بتسيبوا الفريزر لما نحب نفكه مثلا من الثلج، سواء الفريزر الصندوق او غيره، بنفصله فتره طويله مثلا والثلج يتحول لميه، وبعدين ننشفه ونسيب الميه دي شويه. الميه دي برضو بتعمل لي صرف. فالافضل ان انا نضفت الفريزر بتاعي من الثلج على طول بقماش ناشف، وبمسح جسم الفريزر من الداخل، وما بخليش الميه لما تتخمر جوه او لما يتشبع بيها عشان يحصل الموضوع ده. لو حافظت على الحاجات اللي انا بقولها دي، اجهزتك عمرها ما تصدي، ولا الثلاجه ولا الغساله ولا البوتاجاز ولا الميكرويف ولا فرن الكهرباء، زي ما قلت كده بالظبط. اتمنى تكونوا استفدتوا من الكلام بتاعنا، واتمنى كمان تعملوا مش عاوزك تعملي لايك، مش عاوزك تعملي متابعه براحتك، انت شايف انك بتستفيدي مننا اعملي ده، لكن صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات ودعوه حلوه كده من قلبكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.